احكي لك حدوته عيل صغير اخواته كل شويه نازلين يجيبوا ليز وكوكا ويطلعوا، ومامتهم يعني قالت لهم لا خلاص كفايه كده مش تفضلوا نازلين طالعين. فهو شايف هنا بيزنس اوبورتونيتي، هو كان محوش فلوس، نزل اشترى بكميات كبيره ليز بقى وشيبسي وبيبسي وكوكا، وجاء جاي حاططهم على ترابيزه في الكوريدور في البيت لغايه ما خلص كل الحاجات اللي هو بيبيعها. فبقى جاء اخر اليوم ماسك بقى الفلوس عمال يعد الفلوس زي ما هي ما كسبش، اشترى ب 50 جنيه حاجات لقاهم 50 جنيه. فراح لابوه بيقول له بابا ايه الحكايه دي؟ فعرفني هنا اللي هو لا انت يا اما هتجيبه ارخص من السوق عشان تعرف تبيعه زي السوق فتكسب، يا اما هتجيبه زي السوق وتبيعه اغلى من السوق بس لازم تدي فاليو زي ان انت كنت اوريدي موفر لهم انك مش هتنزل. فدي الادد فاليو. العربيه بعد فئه كده معينه خلاص العربيه مش هتدي لك اكتر من اللي كل العربيات اللي جنبها هتديهولك. اللي بيعلي بقى وبيغير السعر اللوجو بتاع الشركه بتاع البراند اف تي والايمج اللي انت بتاخدها لما بتركب العربيه دي مش العربيه دي. مساء الفل، مساء الجمال. النهارده معانا واحد من اللي بيعملوا ريشيبنج للبراندنج فيز وسبيس. النهارده معايا مستر محمد رؤوف. مين مستر محمد رؤوف؟ مين محمد رؤوف؟ الراجل اللي احمد مالي من خيره. الراجل ده انا اعرفه يمكن من عدد سنين كتير، اشتغلت معاه فعليا من 2015. من الحاجات الحلوه اللي انا بتعلمها في الراجل دوت ان هو بيعرف كويس قوي شكل الصوره العامه اللي هتتقدم للناس اللي هتبدا تستخدمها. انا ما كنتش فاهم ده اسمه ايه وده معناه ايه لغايه لما مع الوقت ومع شويه مذاكره فهمت ان دي حاجه اسمها براندنج. محمد رؤوف ده بيعمل ايه ومين وازاي وشويه كلام كده عايزين نبقى بنعرفه عنه. هو استوديو مانجر ات جو براندز، واشتغل في مجموعه شركات وكوربريتس كبيره، وكان ليه الفضل ان هو يبقى بيشتغل مع كلاينتس هو يحكي لنا عنهم. انا مش عايز اذكر اسماء لان هو الراجل ده ابتدى مع الكلاينتس دي من الزيرو، يمكن دلوقتي بقوا براندات كبيره، واشتغل مع براندات كبيره قدر ان هو يعمل لهم شويه ريشيبنج في البراندنج بروسيس. يعني ايه براندنج؟ البراندنج مش لوجو، البراندنج هو محمد رؤوف. اهلا وسهلا. مساء الجمال. ايه جو عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ والله زي الفل. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. احكي لي اولا، عايز ادردش معاك فان الناس تبقى بتعرفك، والناس عشان تعرفك احنا عندنا زي ما اتعلمنا وزي ما انت كنت برضو من الناس اللي علمتنا في الاول موضوع الفور بيز بتاعت الماركتنج، احنا عندنا 5 دبليوز بس بتوع الجو كوست. جامد. خلينا برضو نقول بما ان احنا بنتكلم عن جو كوست، احنا today we are honored ان احنا sponsored by دافت سبيس، هو اللي عامل لنا السبونسر شيب في المكان دوت. هو كووركينج سبيس احنا قاعدين فيه، مكان جميل علشان يليق بالناس اللي زي ما عليك كده. فاحنا بنشكر دي سبيس، دافت سبيس، عمرو ديوان والتيم بتاعه وكل الاونرز اللي موجودين. وعايز اقول لك ان انا عايز اعرفك اكتر والناس تبقى عارفاك. خلينا اسالك 5 اسئله هم ال5 دبليوز بتوعنا. اوكي. هو مين محمد رؤوف؟ انت مين يا عم انت؟ ماشي. بص يا سيدي، كنت شغال مع ابويا في برايفت بيزنس بتاعه، مجال حلواني وكده، وحاجه كانت قديمه جدا في اسكندريه يعني، وكانت معروفه. دلوقتي ممكن اسمها راح شويتين 3. يعني احنا ما بقيناش اونرز اني مور. يس. انا او اهلي يعني بالظبط كده. فكان طول عمري شغال من وانا صغير، حتى كمان من قبل ما اتخرج من المدرسه شغال مع والدي. ده انا بقى عندي حاجات كتيره جدا، ان هو ممكن ابقى عيل صغير محطوط في مواقف ان انت تمشي مصنع ولا عمال كبار، وان هو ناس كبيره. وده كان بالنسبه لي يعني بيبقى حاجات ساعات تشالنجنج، ان هو انا ممكن شايف حد كبير في السن عايز اقول له الحاجه دي مش مظبوطه، عايزه تتعمل بالطريقه الفلانيه، هجيبها له ازاي وهقولها له ازاي، هتغسل له ازاي. اكيد مثلا حاجات كانت زي دي بتبقى صعبه جدا. فكان ربتني الحته دي، ان هو ازاي اطلب من حد اكبر مني في السن مثلا ازاي اعمل دي بالطريقه الفلانيه او كده، من غير ما ازعله. زعلت ناس اكيد في النص كعيل صغير يعني، مش قصدي ازعلهم. بس دي كانت من البدايات الجامده جدا، او ان هي خلتني مرمي. كان ابويا بيرميني في المصنع، انا كنت على طول في المدرسه بتاع مشاكل، فكان دايما يعالجني بالشغل. اوكي. ان هو اعمل مشاكل في المدرسه، مفيش نادي، لا انت تشتغل، تنزل معايا المصنع على طول. من الصبح بالليل الساعه 1 ولا 12 بالليل انا مروح، ورايح الصبح الساعه 8
حتى من قبل اخواتي وبعد اخواتي يعني ما متبهدل متربي عقابي شغل متربي ان هو اعمل اي حاجه، طب خلاص روح اترمى بقى اشتغل. حلو تمام جامد. فده خلاني عندي الحته بتاعت ان هو ان انا اقون بيزنس او ان انا ابقى عامل البيزنس بتاعي او بشتغل على بيزنس بتاعي او حاجه شبه كده. تحفه. جيت لما دخلت الجامعه دخلت الاول حقوق. واو. دي ممكن مش ناس كتير عارفاها، وطبعا بعيده كل البعد عن الحاجات اللي بحبها ومش عارف ايه والحاجات دي. في حته والبيزنس في حته وانت اصلا متربي في عيله مفيش بس هو عشان مجموعي، لان انا انا مش شخص مش نيرد. ما كنتش يعني ما كنتش اجري على المذاكره قوي وما اسقطش. اوكي. وما كنتش خايب، بس ما كنتش شايف فاليو من ان هو يعني ان انا اطلع اجري على المذاكره وي تمام. اكيد مش بشجع حد لا على ده. لا بس انت ذاكرت بعد كده، خلينا نكمل. ما جاي لك بقى الحته اللي ربتني خلتني ذاكرت جدا. تمام هكمل فيها حياتك. وهتخرج منها اصلا يعني لدرجه ان هو مش 4 سنين وعديهم وبعد كده شفت لا انا مش هكمل. لا ما كانش هينفع. تمام. في الوقت ده قررت ان انا اعمل برايفت بيزنس، محل هدوم كشاب بقى لسه في الجامعه وبتاع ومش عارف ايه، وفي قبل منها مشاريع كتيره وحاجات فشلت وتجاره، واشتري سكر علشان السكر فيه ازمه وابيعه لابويا في المصنع. انت اللي كنت عامل ازمه السكر؟ لا مش انا. لا ما تجيبليش مصيبه. تحفه. بس تحفه ان انت كنت بتجرب في البيزنس. فكنت على طول بعمل ده. المهم ابتديت ان انا اشوف اخواتي اكبر مني بقوا يدخلوا كوربريت. اوكي. حد منهم كان في DHL، حد منهم كان في العروبه مصر. اوكي. حتى هو لغايه دلوقتي فيها. فابتديت الاقي ان هم فكرهم ابتدى يسبقني. بدل ما انا كنت الشخص اللي هو في البرايفت بيزنس مع ابويا عمال بفكر بافكار مختلفه بطلع حاجات جديده، اخواتي ابتدوا يسبقوني بزياده قوي. فقلت لا انا لازم ان انا اشتغل في شركه. تحفه. فجيت ابتديت CV واقدم واشتغل وبتاع. اشتغلت في عامر جروب اول حاجه. نايس. وكان بقى شركه كده، دول اللي هم في الاول انا مش فاكرهم. بنخبط فيهم دول في الاول. مش فاكرهم يعني بسنين امتى وازاي بالظبط. لغايه ما دخلت اندلسيه، مستشفيات اندلسيه جروب ويل نون جدا يعني. السعوديه والقاهره واسكندريه. ودي كانت بالنسبه لي نقله بقى كبيره في حياتي قوي. ان هو الناس دول بيشتغلوا بطريقه مختلفه. انا كنت متخيل اللي هو انا داخل على الماركتنج، فانت هتسوق مستشفى ازاي. اول حاجه من الحاجات اللي اتسالتني في الانترفيو، ففي ساعتها قلت ايه ده انا هعمل ايه يعني؟ هعين ناس؟ انا مالي هعمل لكم ايه يعني؟ مش قصتي دي. بس طبعا ما كانش ده الرد اللي طلع مني برضو. مش فاكر يعني الرد كان ايه. ودخلت في السكه بتاعت الكوربريت. تصدق صعبه فعلا ازاي تعمل ماركتنج لمستشفى، ازاي تشتغل على التسويق بتاع ده حاجه برضو مش هو سهل. انت تبقى موجود في الوقت المناسب ساعه لما هو بيحتاجك. قطعت في حته مهمه بس عايز اقول لك عن سبونسر النهارده. احنا سبونسرد باي دافت سبيس. دافت سبيس هو المكان الجميل اللي احنا قاعدين بنصور فيه. هو كووركينج سبيس ومكان تعرف تشتغل فيه ومكان تعرف تذاكر فيه. احلى حاجه فيه هو في اسكندريه. لو انت عايز تلاقي بيئه عمل جميله تشتغل فيها مفيش احلى من دافت سبيس. احلى حاجه في دافت سبيس انك وانت قاعد انت بتبص على اشجار، بتبص على ورد، بتبص على مناظر صحيه جدا وبتساعد جدا جدا ان هي تدخلك قوي في مود الشغل. لو انت في اسكندريه لازم تيجي دافت سبيس. هو مثلا يعني عربيات الاسعاف دي ليها ماركتنج جامد جدا، بس هيدن ومش هنتكلم عنه عشان ما نبوظش اندستري. اوكي تمام. اللحظه بتاعت انك لما عملت الحادثه هو اقرب عربيه جات لك. اوكي. دي هتاخدك على مستشفى تارجتد. ده الكونسبت بتاع الماركتنج كونسبت بتاع المستشفيات. لا بدي اكزامبل بسيط. انا اقصد اقول ده من الحاجات اللي انت اتعلمتها في خلال الرحله دي مثلا. لا انا جاي لك اصلا على مصيبه او مشكله عملتها وسر. يمكن هو زي ما بقول لك ناس كتيره جدا مش عارفه ده، وانا ما بحبش اكذب. فقاصد ان انا اقول اللي هقوله السر ده. قول. فجيت قعدت اشتغل عمال اترقى. كان عندي مشاكل في الشغل يعني بسبب ان هو انا مش متخرج. انا كل ده ما اتخرجتش. اوكي. انت لسه طالب. وعندي مشكله ان هو انا مش متخرج، فالاتش ار مش عارف يرقيني، واللي هو فلان الفلاني ده بيترقى ازاي يعني. والمشاكل دي فكانت دي عندي مشكله فيها.
مشيتني من اندلسيه، بس ستيل انا عايز الحته بتاعت الكوربريت. اوكي. اشتغلت في اماكن تانية منهم معامل حساب، نايس. مسكت شويه يعني الحته بتاعت الميديكال دي. ده خلاني بعدت بقى كل البعد عن الدراسه. اوكي. فابتديت ان انا عمال اعمل ايه، ان انا Postpone. اشتغل واترقى، يبقى عندي اكسبيرينس ونوليدج وانا مش متخرج. ابتديت ادير تيمز كبيره توصل 20 و30 شخص. اوكي. وانا مديرهم، وفي لايرز كتيره تحت مني وانا مش متخرج. فابتديت اخبي ان انا مش متخرج. يعني بقيت اكلها في الكلام على قد ما اقدر. انا ما بحبش اكذب كذب صغير، حتى انت عارف عني ده. يس. فكنت الحته دي بالنسبه لي مضايقاني جدا. طب اعمل ايه؟ فبقيت بذاكر جدا، بشتري كتب. يعني ممكن اكون في 2014 عندي مكتبه ممكن تكلفتها يعني الكتب اللي فيها 20-30 الف جنيه. ده في 2013. في حاجات كانت اللي هو يعني لما بتبقى في حاجات سبيسيفيك قوي. برضو الكتب اللي بتبقى موجوده في مصر اغلبها للراي او عموم الناس، للماس بالظبط. مش فمثلا عايز اقرا حاجه في الماركتنج ماتريكسز او الارقام بتاعه ازاي تمانج الماركتنج مثلا، ايكويشنز ومعادلات عن ليها علاقه مثلا بالتسويق بقى، بفكره الانبوتس بتخش من فين، بتطلع بشكل عامل ازاي، كل الكلام ده بالظبط ما كانش متوفر. اللي هو مثلا حاجه من الحاجات اللي هو ممكن تبقى مختلفه يعني انك بتقيس المبيعات بتاعه المتر في الهايبر ماركت مثلا. يعني دي من الحاجات اللي لما بقولها لحد اللي هو يا سلام بيبقى بيتقاس بالمتر، ان ده المفروض يشتري بقد ايه، مبيعات المتر ده قد كده. واو. في الهايبر ماركت الفلاني في الاريا الفلانيه مثلا يعني وعلى اساسه بيسعروا. تحفه للفندرز. سب توبيك ممكن نجي له كمان شويه. بس خليني عايز امسك معاك من حته ان انت كنت بتخبي حته الكليه. فبقول لك فعشت بقى كتير جدا، مش بقولها واللي بيجي جنبها بقى اللي هو ايه يعني بحاول على قد ما اقدر ما اكذبش. لا بس هي انت كده الاتش ار عارف، انت الناس كلها عارفه، انت بتتكلم على التيم ممبرز. فالحته دي بقى بقولها لاي حد اللي هو ايه عنده ايشو كده، اللي هو عندك من الاخر انا كان عندي حاسس بنقص. النقص ده عوضته بحاجه بقى زياده قوي. يعني اللي هو كان ممكن عادي اقرا كتابين، كان ممكن اذاكر الماده مثلا بتاعه الماركتنج، تذاكر 8 كتب بس اتخرجت مثلا بالظبط كده. لا انا افورتها قوي بقى. ممكن دي كانت خطه ربنا يعني اللي هو صح. ايه من عنده ان هو انا مش عارف ماشيه ازاي، بس فالحمد لله انا متخرج دلوقتي مش زي زمان يعني. مش بنكذب خلاص. ما كنتش قلتها. يس دي ايه من الحاجات المهمه اللي شكلت محمد رؤوف والجوبز والكاريرز او الكارير اللي دخل فيه. المشكله اللي كانت عندي حاسس بنقطه نقص ان انا ما اتخرجتش وانا عمال اترقى. طب نعالجها ازاي؟ لا مش هينفع ان انا اقول وجهه نظر وهي مش بيزد اون فيليب كوتلر. مش هقول حاجه في البراندنج مش مبنيه على افكار، فاهم؟ اللي هو لا ده انا كلامي كله مش كلامي، فما تجيش تناقشني. تمام. ناقش بقى الناس التقال دول. دول مش انا، فاهمني؟ طيب عايز اسالك سؤال. يلا بينا. احنا عرفنا دلوقتي هو وين وانت بتتكلم. عايز اعرف وير انت اصلا لوكيتد فين وبتسيرف الفين. انا اسكندراني بكل فخر يعني. عاشت اسكندريه الدوله. طبعا. طبعا بنزعل ناس احنا باللي بنقوله ده. بس لما جيت تشتغل اشتغلت فين؟ اغلب طبعا الوقت اشتغلته في اسكندريه، لكن جو براندز اللي هي الشركه الحاليه اللي انا فيها هي في القاهره كانت من 2017. من 17 احنا من 2017 5 سنين يا ريس. بالظبط. احنا بنتكلم في انه في انت قعدت 3 سنين في كايرو استوديو مانجر ات جو براندز. بالظبط كده. دي هو براندنج استوديو. يس. ما كانش كانت ماركتنج ايجنسي اول سنتين من الشركه 17 18. وجينا بعد كده غيرنا البيزنس موديل، خليناه ديديكيتد للبراند ديفلوبينج. ما بيعملش اي حاجه غير براند ديفلوبينج، مش يعني ما بيعملش سوشيال ميديا. طب انتوا دلوقتي فين؟ انتوا فين دلوقتي؟ في دبي اصلا. احنا وي ار سيرفينج يعني لوكيتد ات بالظبط دبي، بس سيرفينج ده كده كنا واحنا شغالين كنا بنسيرف العالم كله. يعني احنا من الايجنسيز او من البراندنج ستوديوز اللي مكسره الدنيا في ليبيا. ما شاء الله. شغل جامد جدا. جامد ما شاء الله. يعني انا فاكر احنا اتكلمنا حاجه يس
ودي حاجه وصدفه يعني، بس هي عملت شغل الكلاينت التاني التالت. بقى عندك داتابيز هناك جامده جدا جامد في ليبيا. انت عمال تقول لي ماركتنج وانا جاي من حساب رايح على الاندلسيه، سافرت او عملت شغل مع ايجنسيز بره او استوديوز بره. طب ما باشا ايه علاقه ده بالبراندنج؟ انت راجل بتاع تسويق. البراندنج ده اللي احنا نعرفه دي ناس بتعمل لوجوهات. جميل. بتعملوا لوجوهات عندكم جميل. ايوه شفتوا بقى بتعملوا ايوه لوجوهات؟ دي حاجه لازم بقى هنتكلم فيها، اللي هي ايه الفرق بين البراندنج البراند والبراند ايدنتيتي اللي جواها اللوجو. اوكي ماشي. طيب اللي this جواها is a spicy topic هنجيله بس مش دلوقتي، استنوا شويه. طيب احنا عايزين نتكلم بقى في اللي جاي على اني انا عرفت انت مين، عرفت انت فين بتسيرف ازاي، ومن امتى انت شغال وتعلمت فين، والطبيعه او الهيستوري بتاع المذاكره بتاعتك. دلوقتي عايز اسالك وات اف، حلو وهي جدا. اسئله تخيليه انا دايما ببقى حابب ان انا ابقى بسالها للشخص اللي معايا، علشان بتديني عنه انطباع عن المايند سيت بتاعته، عن هو بيفكر ازاي، عن خيالاته عامله ازاي. انت عارف انه عقلنا الباطن بيعبر بنسبه كبيره قوي عن شخصياتنا الحقيقيه، غير اوقات كتير بيبقى الواحد قاصد ان هو يرسم شخصيه، انا كده قاصد ان انا لابس لون جامد. معين ومش عارف ايه، بس لما اجي اسالك سؤال تخيلي اختفى. انت نفسك تتغدى ايه النهارده، فانت رز وكوكو، بتجيب انت قد ايه جيب قد ايه انت شخص بسيط وجميل وغير الشخصيه اللي انت راسمها. ماشي. فانا بحس ان برضو الاسئله التخيليه او الاسئله المستقبليه بتدي انطباع اكتر واقرب للناس عن نتعرف على بعض اكتر. جامد. الناس تبقى بتعرفنا اكتر. جامد. خليني اسالك سؤال هو تخيلي، وانا عارف ان دي حاجه يعني صعبه ان هي تحصل لان انت بتكلكع الدنيا دايما في حوار التارجتس، بس وات اف نمت صحيت لقيت التارجتس بتاعت السنه كلها متحققه، هتعمل ايه يا عم محمد رؤوف؟ تارجتس ايه؟ تارجتس السنه كلها اللي انت الشركه ولا حاططها تارجتس بتاعتك وبتاعت الشركه، بتاعتك وبتاعت شركتك؟ هعمل ايه؟ هعمل حفله جامده جدا. اولا جامده جدا يعني احتفال. طبعا كل القائمين على اللي عملوا اتشيفنج للتارجت ده they will get appreciated. طبعا جامد. ده حاجه مهمه جدا. يعني هيجوا مثلا يتعشوا ويمشوا ولا ايه؟ لا مش إيه؟ يعني هتوزع ارباح؟ ممكن لو ده يعني لو احنا عاملين اوفر اتشيفنج طبعا انا بليف في ده جدا، ان انت توزع ارباح وتدي نسب. طبعا المشاركه دي حاجه مهمه جدا، ان هو زي ما هو بيبقى شريك لما بيبقى فيه ضغط وخساره وي عليك. لازم برضه عشان ايه ما يطلعش حد ما عملتش معاه كده تو ان اكستند يعني برضه انت بتقول اوفر اتشيفمنتس، انت برضه الكلام كان ممسوك بالظبط كده، يعني اللي هو ايه ان احنا نبقى وصلنا لحاجه. لا طبعا لازم الناس تروق على الناس زي ما كان يعني. علي بيقول هروق على الناس لازم. طيب ايه تاني هتعمله بعد الحفله دي؟ خلاص بقى الناس اوكي ما خلاص، ما الحفله دي يوم ماشي، احنا خلاص احنا شهر واحد نمنا صحينا التارجتس بتاعت السنه كلها اتشيفد. هتعمل ايه يا ريس؟ السنة لا ده انا فهمت غلط. ده احنا خلصنا شغل السنه، خلصت شغل ان ادفانس. شكرا. جميل. شهر واحد نمت صحيت 2/1 السنه خلصانه. اوكي لا هنحط تارجتس جديد. هتحط تارجتس جديد يعني هتطلع عينين الناس اللي شغاله بالظبط كده. بعد ما دلعناهم بعد سنه جديده على طول. سنه جديده هنعمل ايه؟ هننام؟ اوكي مش هننام. طيب هتستدي اللي حصل الفتره اللي فاتت، ايه اللي سرع يعني ايه اللي عمل السنه دي؟ بالظبط. ديفينتلي ما ينفعش دي تساب. ريفليكشن يعني الحته دي دايما بتكلم معاك برضو فيها. يس. اللي هو ايه اي اكتيفيتي زياده او سوري اي ريزلتس او نتائج باكتيفيتي انت عاملها في ماركتنج كامبين في وات ايفر في براندنج اكتيفيتي ايا كان اللي انت عامله، لو زاد عن الاكسبكتيشنز لازم تعرف زاد ليه، لو قل عن الاكسبكتيشنز لازم تعرف قل ليه. انالايسيس وريفليكشن لازم. أوكي. ليه؟ هنبتدي ان هو طب هو زاد عشان كده خلاص عشان كده دي اعملها كتير. طب هو قل عشان كده، طيب قل كتير كده دي ما تعملهاش كتير، ما بقاش وان سيزون وندر بس كده. اوكي. فهنشوف ليه عملنا ده وهنريبيت وخلاص بقى بعد كده يعني ونفضل نكمل ديفينتلي وتعلي طبعا. كمان وات اف. يس. تاني وات اف عندنا هو ليه علاقه اكتر بالبزنس مايند سيت، ودي اللي هختبرك بقى فيها. ماشي. انه ماذا لو نمت صحيت لقيت في فند كنت مقدم عليه ببليون دولار. عارف سؤال المليون دولار ده سؤال بقى البليون دولار. مليار أوكي. دولار. انت كنت مقدم على فند بمليار دولار، نمت صحيت لقيتك واخده، هل هتصرفه على نفسك وعلى حاجات معينه في دماغك؟ هعمل حفله كده انت جاي تحتفل
دي اول حاجه نعملها يعني. حلو. تحتفل. طب يعني حلو. ربنا اكرمنا يعني. حلو. طب انا بس عايز اتاكد، انت هتصرفه على بيرسونال اتشيفمنتس ولا على بزنس اتشيفمنتس؟ عندك بروجكتس معينه عايز تخش فيها، ولا عندك ميرج او الباي بتاعتك مقسومه بالنص كده ما بين ده وده؟ فانت ايه اللي في دماغك؟ بص احكي لنا. هقول لك حاجه يعني. ممكن ما يكونش عندي الحاجه اللي اعمل فيها انفستمنت اللي انا اوريدي يعني حاجه اصلا شغال عليها. هي ستارت اب بتاعه سبورت تك. اوكي. دي هعمل فيها انفستمنت بالرقم ده. ترجم لي. فاكر شوبير ومعالي المستشار تركي شوبير عشان سبورت تك؟ لا، اما قال له ترجم لي، لما قعد مع تركي قال الشيخ وقال له لا ترجم لي. فانا بقول له ترجم لي بقى ايه بتعمل ايه في سبورت تك دي؟ يعني مش هندخل في تفاصيل الستارت اب شويه بتاعك يعني مش طيب. قوي يعني. طب احكي لنا يعني. بس هي حاجه ممكن اقول لك بكل فم مليان يعني. لو بالفند ده اغير الرياضه في العالم 180 درجه، سبيشالي كره القدم يعني. طب يعني انت بتشوقنا كده وتسكت؟ ما اكيد بقى يعني. طب ما فيش حاجه ينفع تتحكى خالص على السبورتس تاك دي؟ هقول لك حاجه أوكي. هي ممكن نقول ان هي هتبقى بتدي الابيليتي او بتامباور تقوي وتعزز من ايوه قول اليونج. ممكن نقول عليهم ايه؟ لعيبه الكوره الصغيرين. تمام. ان هم يبقوا واصلين البوتنشال بتاعهم بزياده قوي يعني. ان وداخل فيها اي وداخل فيها ارتفيشال انتليجنس او ذكاء صناعي. ايوه. ليه علاقه بانه اللعيبه صغيرين او كبار. الولد الصغير يبقى من الاخر عارف امكانياته جدا. أوكي. جدا يعني، وبياخد نصايح من كمبيوتر من سوفت وير. ده ارقام لا، ما انا بتاع علم. ارقام جدا يعني. ده يعني ده علم ورا الموضوع دوت، انه في لعيبه هتتطور وهيحصل لها ديفلوبمنتس بناء على البرودكت بتاعك انت او البروجكت بتاعك انت. سوفت وير من الاخر بيشوفك انت عامل ازاي، بيطلع عيوبك ويديفلوب معاك وهيديفلوب معاك لغايه ما تبقى النكست محمد صلاح. This is very promising. تحفه. اسمه سبورتس يعني. انت لسه ملوش مش مسمي له اي حاجه ولا عامل له براندنج فيز؟ لا، الحته دي لما هنتكلم في براندنج هتلاقي ان هو البراند مش انت ماسك دلوقتي في ايدك او احنا ماسكين براند. صح. البراند نيم هو حاجه صغيره، مش ده المهم. ده بيجي سميه اي حاجه في الاخر. بالظبط مش مهم يعني. تحفه. فانت بنسبه كبيره ده هيروح له جزء من $1 بليون. ديفينتلي يعني. كل ما يحتاج هتوزع الاول الحفله وبعدين السبورت تك فرقع على الحفله دي كده ايه 2000 جنيه. لا. طيب الحفله والسبورتس وايه تاني؟ سفر معين عايز تروح ومكان معين عايز معرفش اسعار البيوت في فينيس ايه. اوكي. بس انا بحب فينيس جدا جدا يعني، واتمنى اعيش فيها على طول. ربنا يديك يا صاحبي. فحبيبي. فممكن لو في يعني لو ما اعرفش الارقام هناك دي تبقى عامله ازاي، عمري ما فكرت بس يو intending to do so. طبعا نايس طبعا. طيب حلو قوي. خليني اسالك سؤال كمان، هو يمكن مش سؤال على قد ما ان هو انت عارف انا راجل بتاع حكي، انا راجل بتاع ستوري تيلينج. ايوه. وبناء عليه اي حد بيجي لي بحب دايما ان انا اساله ان هو يحكي لي قصه. ماشي. احكي لي حدوته. تيل مي ستوري. احكي لك حدوته. يس. عايز اقول لك ان انا مش هسيبك. لو انت عندك اي سؤال في اي شيء انت مش فاهمه ليه علاقه بموضوع الحلقه بتاعت النهارده، اكتبه لي في كومنت وانا هاخد السؤال ومنتهى الامانه هروح بيه لصاحب الحلقه النهارده وهساله وهاخد منه الاجابه وهرجع احطها لك تاني في ريبلاي للكومنت. بس كده. طيب احكي لك حدوته عيل صغير. تمام ماشي. هو بيحب البيزنس جدا. هو كلب بيزنس اوبورتونيتيز. اوكي. ده في ثالثه ابتدائي باين. اخواته جم في رمضان كان باين، وكل شويه نازلين طالعين بيشتروا ليز، فكل شويه نازلين يجيبوا ليز وكوكا ويطلعوا وييجوا عايزين ينزلوا تاني. كان حر ومامتهم يعني قالت لهم لا خلاص كفايه كده مش تفضلوا نازلين طالعين. فهو شايف هنا بيزنس اوبورتونيتي اللي هي ايه؟ فرصه بيزنس. طب ما انا اشتري انا الحاجات بكميه. هو كان محوش فلوس، معرفش الطفل ليه محوش فلوس، بيصرفوا كانوا يعني علشان الفرصه اللي جت دي. فقام جايب نزل اشترى يعني لما نزلوا تاني نزل اشترى بكميات كبيره ليز بقى وشيبسي وبيبسي وكوكا وشويه الحاجات اللي كانت موجوده ساعتها، وجاء جاي حاططهم على ترابيزه في الكوريدور في البيت، وقاعد
اليوم كله ما بيقومش من على الشيء النصبه اللي هو عاملها دي لغايه ما خلص كل الحاجات اللي هو بيبيعها. اخواته اشتروا وعماته كانوا معاهم، كانوا موجودين يعني في ريح الناس اللي عنده في البيت او ريح اخواته. كل الناس اتبسطت واشتروا وبطلوا بقى اللي هو مش نازلين طالعين يعني، وكمان بقوا بيشتروا اكتر يعني. دي حته برضو ايه اتعلمتها ساعتها، ان هو ايه ما الحاجه سهله تحت ايدك. تحفة. انا مش لسه بقى هطلب التليفون، ما كانش في كمان دليفري قوي يعني. تحفه. فابتدوا ان هم يشتروا منه بس. فبقى جاء اخر اليوم ماسك بقى الفلوس عمال يعد الفلوس زي ما هي، ما كسبش. لا مش فاهم. يعني اشترى ب50 جنيه حاجات تلاقيهم 50 جنيه. فراح لابوه بيقول له يعني بابا ايه الحكايه دي؟ فقال له طب انت عملت ايه؟ فقال له عملت، نزلت اشتريت، رجعت اديتهم الحاجات بالشيبسي بجنيه، بعته بجنيه. فقال لي لا ما هي دي الفكره، طول ما الراجل يعني لازم ابيعه زي الراجل. فعرفني هنا اللي هو لا انت يا اما هتجيبه ارخص من السوق عشان تعرف تبيعه زي السوق فتكسب، يا اما هتجيبه زي السوق وتبيعه اغلى من السوق بس لازم تدي فاليو زي ان انت كنت اوريدي موفر لهم انك مش هتنزل. النزول والطلوع. فدي الادد فاليو. فمثلا دي ممكن منها تحط عليها اكسترا تشارج. تحفه. طبعا بالنسبه لي ما سمعتش الكلام ده، اللي هو لا انا زعلت، انا دلوقتي انا ما كسبتش 50 جنيه وانا قاعد اليوم كله بدل ما العب بقى كان اتاري ومفيش بلاي ستيشن حتى واقضي اليوم وبتاع مش عارف ايه، قاعد شغال الكام يوم او كام ساعه لغايه ما البضاعه خلصت وطلع على الفاضي يعني. بس طبعا درس ابن لذين بعد كده ما برحمش بقى. البروفيتس كام فيرست. يعني الستوري دي هي بروميسنج وانسبايرنج لان هي بقت بتدي الناس طريقين للمكسب، اما تاد فاليو على الحاجه اللي سعرها اصلا غالي فتبقى بتبيعها بشكل اغلى، يس، او تبقى بتجيبها اصلا من حد ارخص تعرف تجيب بالظبط كده عشان تحط مارجن بروفيت. امال مش هتكسب ما تبيعش يعني، خلاص بقى انت حط فلوسك في البنك وخد ال10 وات ايفر يعني. طب حاجه اوف سكريبت بس هي مهمه قوي ان احنا نفتحها دلوقتي. يلا بينا. ايه رايك يا مستر محمد رؤوف في ارقام شركه اوبر ان هي حتى الان هي بتخسر؟ الناس دي مش حاطه بروفيت مارجن على ال5 سنين اللي فاتوا وهم مش بيوصلوا له اصلا، ان هم اصلا بيخسروا يعني. they are adding value to the people and they are يعني ارقامهم، وكل سنه ولو بتتابع الفوربس هتلاقي ان الناس دي ارقامها بتخسر لسه يعني. انا كان اعتقد ولا دي كانت كريم اللي ابتدت تكسب؟ لا الاثنين كله بيخسر دلوقتي and كله بيخسر for a reason. انا ممكن اقوله بس عايز اسمع منك انت الاول. اكيد. ما هو بص، هو ان هو بيخسر النهارده تمام، هو بيبيلد بيهيفير. الله ينور عليك. النهارده احنا ما كانش البيهيفير ده مش موجود. الله ينور عليك. طب لو النهارده جيت تسحبه مني هقول لك والنبي خد فلوس، خد اللي انت عايزه صح، بس سيب لي الحاجه اللي انا اتعودت عليها. النهارده لو جيت اخد موبايلك هتعمل ايه؟ لا خد فلوس والله وسيبه. العظيم اقسم بالله بهدلك. اقتلني. خد فلوس وسيبه. يعني فاهم انت اللي هو ايه؟ لا ما اقدرش اسيب موبايلي انا. صح. ما ده لو يوم تنساه ولا يفصل منك في نص اليوم الدنيا بتبوظ. مصيبه. صح الدنيا بتبوظ. هو مش بتبوظ على فكره، ما بيحصلش حاجه والله. This is another attitude we have to call about يعني، او ممكن نشتغل عليه. بس لا في عالم البيزنس لا يا ريس ماشي يعني لو حد طبعا ماشي اكيد 100% طبعا 100%. اجابه صحيحه، انا مش محتاج ان انا اقول اي حاجه. الله ينور. الله في كونفيدنس كده عايز اطلع. كان في حد برضه قبل كده كنت شفته في ارتكل كان بيتكلم على انه يعني investing in a startup is like digging for petrol. ان انت ازاي هي نفس قصه اللي انت بتعمله في البترول. انت بتقعد تصرف بال5 وبال6 شهور على ابيار بترول على ان الناس تروح وتحفر، مفيش اي مكسب. بس وانس انت لقيت هتفضل تكسب بعد كده على طول. فهي فعلا هي بيلدينج بيهيفير، هي دي الاجابه المظبوطه. طيب عظيم جدا، ستوري عظيم. ممكن اخدك دلوقتي لجزء شويه اسئله اسمها جو راندمز. هي شويه راندمز كده هنبقى بنسالها قبل ما نخش في التوبيك بتاعنا. مين الشخص اللي انت نفسك تقابله، تقعد تدردش معاه، تاخد معاه كافي، او عايش ميت في عالم اخر؟ مين؟ سيدنا عمر. عمر بن الخطاب. اوكي احكي لي ليه. شخصيه هو كان شخص ممكن قبل يعني ما يبقى مسلم كان هو عنده اتيتيودز كده ان هو ما يحبش حد يبقى بيظلم حد تاني. فاروق كان قوي. عنده الصح والغلط دي ما عندوش فيها هزار. يعني هنا مش بتكلم على شخصيه بعد اسلامه او قبل اسلامه، بتكلم كشخصيه هو ده الدي ان اي بتاعه. يس
فاهمني؟ طبيعه الشخصيه. عنده حته بقى جامده جدا، ودي في البيزنس وسبيشالي في الجنريشنز الجديده في البيزنس محتاجينها قوي، مطلوبه جدا. ايه هي؟ الراجل ده بيعرف ان هو يبقى سولدير وان هو يبقى ليدر. يعني في وقت اوكي تحفه، في وقت تلاقيه ليدر جدا جدا، واللي هو وقرار هياخد قرار وهيليد الناس ومش هيتراجع مثلا في توجه. وفي وقت تاني هو هيبقى قايم بدور السولدير، هو جندي. القائد بتاعه قال له كسر الترابيزه دي، كسر الترابيزه دي، مفيش كلام. تيم ليدر، تيم بلاير. فهي دي انك انت تبقى طول الوقت بتبقى عارف امتى تبقى تيم زي ما انت قلت تيم بلاير. سي سوليجر، عندك حق، لان هو عشان هو كان سوليجر. انك انت تبقى بتشوف الليدر بتاعك عايزك تروح فين وتساعده. لو انت مش مقتنع معاه او مش مقتنع بوجهة نظره، ابتدي اتكلم معاه. ما اقتنعش في الاخر ساعده يحقق الفيجن بتاعته هو. ان هو الشركات مثلا بقى، لو هنتكلم في البيزنس، او يمكن هو ده الجزء شددني فيه، يعني هنروح لحته ان هو بتلاقي السي او عنده دايركشن للشركه معينه، او الفاوندر، تمام، وتلاقي الناس اللي تحت منه انا مش مقتنع. دي مصيبه سودا، فكره ان هو مش مقتنع. لا، يا اما تروح تقنعه بعكس اللي هو بيقوله، يا اما خلاص هتفولو. ليه؟ هنفضل نشد كل واحد في اتجاه، هنفضل فين؟ هنفضل في نفس النقطه، في مكاننا، تمام. لكن نروح حته والحته دي تطلع مش انسب حاجه ونعمل ريدايركشن، ونروح حته تانية ونعمل ريدايركشن، ده عادي جدا، ده نورمال في اي بيزنس. فهو عنده اللعبه بتاعت اللي هو التنقل ما بين الاثنين دي جامده جدا. وحته تيم بلاير، تيم صح والغلط بقى عنده ما عندوش هزار، يعني جامد جدا فيها. طب خليني اسالك سؤال ريليتد ليه. هتساله تقول له ايه؟ لو انت قابلته، انت هتساله تقول له ايه؟ عايز تساله تقول له ايه؟ انت قاعد معاه. هساله يعني ازاي مثلا كان يبقى، يعني هو معرفش انت عارف قصه عنه كتير ولا لا، بس هو قبل كده ابنه عمل حاجه غلط. هو بقى يعني قصد يعاقبه هو شخصيا، حتى مش حد تاني او مش كان قاضي تاني او كده، بسبب انه من الاخر ما يبقاش زي واسطه، ان ده اتدلع ابن الخليفه او ابن عمر. فهو ازاي بيقدر انت ابنك ما صعبش عليك، يعني ما تقدرش تعمل كده. حته ان هو اساله في حته ازاي ما بتتكسفش من الناس في الصح. يعني اللي هو مثلا ممكن اجي اقول لك جو، ما انت مثلا عامل حاجه غلط، انت كداب يا جو. ايوه انت فاكر القصه مثلاً دي مثلا يعني بص، هو اترفدت من شركه. انا فاكر القصه دي، بس لا يعني اترفدت من شركه بسبب اللي هو ايه، مش مهم، انا هقلد سيدنا عمر. اترفدت من شركه عشان قلت لحد انت كداب يا اكس، عشان كده انا جبتها في نفسي. انت كداب يا جو. بالظبط. اوكي، اكيد مش هنقول يعني اسمه. ايوه لا يعني، بس اقصد اقول انه انت اترفدت من شركه. مظبوط. يو ار تيلينج ات براودلي، يعني انت بتقول كده وانت والله برضو دي حاجه من الحاجات المهمه جدا. يعني فكره اكسبيرينس ان انت تترفد من شركه، اكيد مش عشان حاجه مصيبه انت عاملها. مش اثكس طبعا. يعني اللي هو حاجات تبقى يعني ممكن تكون مشرفه، يعني اللي هو ان انت اختلفت مع الفاليوز بتاعت الشركه مثلا، فتترفد. انت تبقى براود طبعا، ما فيهاش اي مشكله. والحته دي بتكسر لك حته كده حلوه قوي برضو، ان اي حد يجربها. ان هو عادي، ايه ده، انا ما متش وعادي، مش فضيحه يعني، مش حاجه انا بقولها بكل فخر يعني. ما عنديش اي مشكله. انك قصاد حاجه معينه انت كنت عايز تبقى شفت غلط بيتعمل، وقفت قدامه، والله الشركه قررت تاخد يا ترجع عندها يا تترفد. قلت لهم هترفد بكل فخر. بس دي حاجه من الحاجات اللي كنت عايز تتعلمها، او اللي دايما ما كنتش. هو انت بتتحط والدنيا هي بتعلمك. فانك انت تترفد دي كويسه. اوكي. زي فكره تلاقي واحد خايف من انترفيو، فاما اقعد اتكلم معاه اقول له انت خايف ليه؟ يعني اقصى حاجه انت بشع، انت قلت كلام وحش جدا، والكواليفيكيشنز بتاعتك زفت، وبقول لك انت محور في السي في بتاعك كمان، مش هيطلع طبنجه يضربك يعني. عادي يعني. عندك حق. مع السلامه، شكرا، هنكلمك. هو هيبقى اصلا بيحور لك وبيقول لك انه ايه، هنكلمك تاني وهنخلي الاتش ار، شكرا مع السلامه. فخايف من ايه بقى؟ فلما بتترفد، لما ده بيحصل، بتلاقي اللي هو ايه ده، انا مفيش حاجه، انا خايف من ايه يعني؟
بالظبط. اضرب يا باشا، صباح الفل. انا مت. فانا عندي فاليوز بقى، شوف الفاليوز فين وروح، ما اوكي ما يشغلكش. بس بقى دي رد على الحته بتاعت سيدنا احنا عمر. لو عايز تتعلم منه حاجه وعايز تساله في حاجه. طيب خليني اسالك، ايه السيكريت اللي عن الشغل بتاعك اللي ممكن تشيره معانا؟ السيكريت يس even if it's a secret not the secrets. اوكي. سر ممكن تبقى بتشاركه معانا. ممكن اشاركه مع البراند ديزاينرز الصغيرين، الناس اللي بتعمل والستارت اب اونرز. تمام. شاركنا انه اكتبوا البراند نيم بتاعكم بتايبوجرافي محترم. ان اروح للحته البولد شويه. طبعا اكوردنج للبيزنس بتاعك. يس. هو الفكره من اللوجو ايه؟ الحته دي دايما بتكلم معاك فيها، الريكوجنيشن، ان الناس تفتكره كارثه سودا ان الناس متخيله ان اللوجو او البراند ايدنتيتي هي فور كوميونيكيشن، هي مش بتقول مسج. هو لما بنقول تفاحه مقطوم منها حته، ما كل اللي بيسمعنا ولا كل اللي بيتفرج على الفيديو ما جاش في دماغه حاجه غير شركه ابل بتاعه التكنولوجي. صح. تمام. طب ايه اللي انا قلته ليه علاقه؟ عملت كوميونيكيشن بايه؟ تفاحه ومقطوم منها حته، يعني ايه علاقه ده بالتكنولوجي؟ مفيش اي حاجه. لو قلت لك ريكتانجل يعني بالطول كده لونه اصفر مثلا، معرفش جات يعني دي صعبه شويه، مش عارف. لا مش عارف، مش مجمعها. لوجو ريكتانجل مستطيل لونه اصفر. طب سمكه التونه العنيده لسه برضه؟ لا ايه؟ ناشونال جيوغرافيك. اوكي الان المربع هو ويندو على العالم، على الدنيا بقى اللي هناك. نايس. ايه علاقه؟ لا يعني سيبك من ان هو ويندو، ايه علاقه الريكتانجل بالكلام ده؟ ولا حاجه. ريكوجنيشن زي ما قلت لك للبراند ديزاينرز اللي في الاول، تمام، ما عندوش القدره ان هو يطلع ايكون، يعني حاجه قويه، حاجه ريكوجنايزبل، حاجه يونيك. لا، روح لان انت تعمل الاسم بتاعك فونت سيمبل، زي ما قلت لك، تبقى حاجه لو هنروح لبولد شويه هتبقى افضل، وتبقى سهله للقرايه. طبعا البراند نيم نفس الكلام، لو هي حاجه لسه بنعملها من الاول. تحفه. فدي مش هتكلفك تروح لايجنسي عملاقه، بتكلم بقى دول الاونرز او ستارت اب اونرز. مش هتكلفك انك تروح لايجنسي عملاقه عشان تعمل حاجه جامده جدا. جامد. ولما تبقى تبتدي ترن اوريدي البيزنس بتاعك وتقدر تافورد تعمل براندنج في استوديو في شركه كبيره، اعمل ده. جامد. بس طيب. البدايه ابدا شكلك كويس. الشكل نفسه سهل يتحفظ، سهل طبعا يتم استذكاره. خلينا دايما فاكرين ان هو الريكوجنيشن مش للكوميونيكيشن، هو مش بيكوميونيكيت حاجه. اوكي. هو مش بيكوميونيكيت حاجه. طيب عايز اسالك سؤال، لو انت نمت صحيت لقيت عندك سوبر باور. ايه السوبر باور اللي نفسك تبقى عندك؟ اكونترول دماغي. ايه ده؟ ازاي بقى؟ اكونترول دماغي دي، فاللي هو بقى انا عايز دلوقتي مثلا مش عايز اتضايق. اوكي. ما اتضايقتش، عايز ركزت. صعب قوي. ما انت مش بتقول سوبر باور. صح. طيب عندك حق. ما تديني. صح. مش عايز اتضايق، ما اتضايقتش. عايز اشتغل وانا مكسلان، اشتغلت. مش عايز افرح زياده، ما فرحتش زياده. مش عايز ابين لك ايموشن وات ايفر، يعني فاهم؟ بكنترول دماغي 100%. تحفه. طيب جامد. خليني اسالك سؤال برضو، ده سؤال ليه علاقه باللي احنا بنحكيه عامه في الجو كاست، بس هو بيعرفني برضو شويه عن انطباعات الشخص اللي قدامي. ايه اكتر فيلم انت بتحبه وليه؟ اكتر فيلم بحبه، فيلم، مسلسل، ايا كان عمل فني انت بتحبه، لو احنا هنحطه في صوره فيجوالز، فهي دايما الافلام والمسلسلات لانها بتبقى شامله ريليتد لشغلي. انت قول لي. لا مش لازم ريليتد، انت حاجه بتحبها. اكتر فيلم بحبه جدا انترستيلر، بس ده ملوش علاقه باللي احنا بنحكي فيه. طب ليه؟ فيلم عبقري. يعني من اول المزيكا فيه هانز زيمر اظن. صح كده؟ صح. انت بقى فاهم الحاجات دي. لا صح. اللي سمعته قبل ما الفيلم ادخله سينما، ان هو قال لك ده جابوا التيم بتاع ستيفن هوكينج. صحيح. هو يعني قال لهم لو في بلاك هول ده هيبقى عامل ازاي، قولوا لي تخيلوا عشان انا هعمله في فيلم. فبقول لك فكره ان هو انا قاعد بشتغل تفاصيل، وبعدها بشويه البلاك هول يعني طلع او صوروه. صح اكتشفوه. فاللي انا سمعته ان هو المخرج كان بيقول انا عايز لما يكتشفوا ويلاقوا ان قريب
لبعض يعني. ان ساينس كود بي ميرجد ويز ارت. فان انت تبقى بتعمل الحاجه بديتيلز كده وتفاصيل، دي حاجه مطلعه الفيلم جامد جدا. طب ما تيجي ناخد نفس كده طويل، ايوه، ونخش على البراندنج. يلا بينا ونتكلم في الثلاث نقط اللي انت كنت لسه بتتكلم فيهم في اول الجوكاست بتاعتنا. جميل. عن انك انت كنت راجل بتاع تسويق. اللي دخلك يا عم انت في عالم البراندنج وعالم اللوجوهات يا بتاع اللوجوهات؟ كنت يعني بتعمل ايه؟ انت عندك بتعمل ايه؟ ناس واحد بيجي لك مثلا يقول لك مساء الخير انا عايز اعمل لوجو، ولا بيجي لك يقول لك عايز اعمل ايه؟ هو اكيد بنقابل حد يجي يقول لنا انا عايز براندنج وهو عايز لوجو. اوكي تمام. او عايز لوجو وهو محتاج براندنج. بتبقى الكلام متلخبط. اوكي. فيوجوالي بنديفاين احنا ايه هو يا جماعه، ايه البراندنج، ايه براند، وايه البراند ايدنتيتي اللي جواها لوجو. أوكي. تمام. فالبراندنج هو البروسيس بتاعت بيلدينج ا براند سيمبلي، يعني انا بحاول ابسط الدنيا. ايوه، ان انا ابني براند، هو ده من دي يعني حاجه طول الوقت بتقعد تعملها. دي البروسيس بتاعت جزء من الماركتنج اكتيفيتي، ده بيلدينج ا براند او ده البراندنج. تحفه. يعني براندنج بروسيس هي بتفضل مكمله معاك على طول. جميل. تمام. البراند هو البراند اللي هو البيزنس كله هو عامل ازاي. البيزنس كله هو عامل ازاي دي دايما بنبداها بحاجه ممكن ناس كتيره تبقى بتبدا من بعد 6-7 نقط هقولهم لك دلوقتي، وبعدين يبداوا هم البروسيس بتاعت البراند والبيزنس بيلدينج. فهقول لك لا، في حبه قبل منهم دول مهمين جدا نعدي عليهم الاول لازم وبالترتيب كده. يعني مش هتطلع الدور السابع غير لما تعدي بالاول والثاني. لا، في ناس بتطلع الدور السابع. في ناس. اوكي موجود. ماشي. تمام. بعدنا عنه. بناء على التقارير اللي بيديهاني اليوتيوب والابل بودكاست ان ده انسب وقت انت مركز في البودكاست، فعلشان كده عايز افكرك ان انت تعمل لايك، لانك لما هتعمل اللايك البلاتفورم هتفهم انك انت مهتم وهتدعم نفس الكونتنت عشان يظهر لناس تانية ويساعد اكتر في انتشاره. فارجوك ما تبخلش علينا باللايك بتاعك، وتاكد انك انت عامل سبسكرايب لو انت بتتفرج على اليوتيوب، وانك انت عامل فولو لو بتسمعني على ابل بودكاست او جوجل بودكاست. البراندنج او البيزنس تمام بيبدا منين؟ بيبدا من بروبلم، مشكله. تمام. بعت الشيبسي اللي معايا وما خدتش منه مشكله. الله ينور عليك. فهو ده البيزنس والبراندنج بيبدا من هنا، بيبدا من فاليو. فانت بتبقى بتدور على حاجه، ويمكن في الماركتنج ريسيرش دايما بنستخدم كلمه بروبلم على اي حاجه زي ما قلت لك، فوق النورمال او تحت النورمال. بتبتدي تدرسها انت ليه فوق ولا تحت. تمام. فدي بتبقى بروبلم زي ما بنقول ايه، معضله. حاجه اشكاليه يعني اللي هو تدرس يعني. او كده. تمام. بتدور على دي. تمام. فاما بتدور على البروبلم وبتلاقيها، وطبعا دي برضو حته بيسايد للستارت ابس او لاي حد لسه بيعمل وبيدور على براندي او بزنس يعمله. كل ما بتدور على مشكله كبيره انف ان هي عند عدد من الناس كتير وانت تحله بشكل فيه انوفيشن او ببساطه، كل ما ده يخليك تبقى بتقدر ان انت يجي لك بروفيتس كتيره جدا. تحفه. سيمبلي لو انت حليت المشكله دي عند مليار شخص، والمليار شخص دول كل واحد خدت منه $، بقى معاك $1,000,000 اللي احنا لسه واخدينهم مفرقعينهم على السبوت. فهو $. تمام. ده مش هيشغل حد. تمام. ده نتفليكس، فاهم؟ انت بياخد منك ال50 ولا ال200 جنيه ولا بتحس بيهم، بس هو بياخدهم من كام شخص. تمام. فنرجع للحته بتاعت البروبلم. تمام. لما بتديفاين البروبلم بتديفاين بعدها على طول باي ديفولت يعني اشخاص. هو انا قلت المشكله دي عند مين، فده التارجت اودينس بتاعنا هيبقى قدام. تمام. فهبتدي اوصفهم كويس، هم المشكله دي بيقابلوها ازاي وليه، وندخل نحكي فيها ونبقى شايفينها من كل الدايمنشنز. اوكي. لما هيحصل ده بقى عندنا حاجه ثالثه اللي هي الماركت. عندنا مشكله وعندنا ناس عايزه حل للمشكله دي، وبقى في ماركت. فالماركت ده هبتدي برضو افهمه. تمام. هو هيبقى عامل ازاي، النيتشر بتاعت البلد اللي انا فيها، عملت بيست اناليسيس وات ايفر. فكل اللي انا بقوله ده هو حاجات جايه من الماركتنج، يعني ده الكور بتاعها ماركتنج. صح. فبقى عندنا سوق. تمام. السوق ده وانس ان هو خلاص باي ديفولت بقى موجود. تمام. هنروح للحته بتاعت الكومبيتيشن، منافسه. منافسين بالظبط كده. اديني في السبايسز. فاي حد
هيحل المشكله اللي قلناها في الاول خالص. يس. تمام. للتارجت اودينس دول ده بقى كومبيتيتور ليه، دخل معايا الماركت بالظبط كده، بقى كومبيتيتور، بقينا كومبيتيتورز لبعض. حلو قوي. تمام. تحفه. بيبقى عندنا بقى حاجه اسمها بي او بي وبي او دي. تمام. بوينت اوف باريتي، بوينت اوف ديفرنس. حلو كده. لا ترجم لي. هترجم لك. اه الاولانيه البي او بي، ايه هي الحاجات الكومن بيني كبراند وبين الكومبيتيتور ده. فكمثال مثلا لو هنقول كوكا كولا وبيبسي. يس. تمام. دي البوينت اوف باريتي بتاعتهم هتبقى اولموست سيميلر قوي يعني. هو ده مشروب غازي، ده مشروب غازي، ده فيه CO2 وده فيه CO2. اوكي. فدي الحاجات الكومن اللي ما بينهم. الحاجات دي يوجولي ما ينفعش ان هي دي تبقى اكتر حاجه انت بتعمل بيها البراند بوزيشننج بتاعك او الماركتنج اكتيفيتي. انا مش مميز قوي عنك. ما هو زيك زي الباقي. ما هو زيك زي الباقي. هنروح بقى للبوينت اوف البي او دي اللي هي البوينت اوف ديفرنس. تمام. دي هي اللي هتبقى بتميزنا. فمثلا احكي لك قصه كده سريعه. احكي. على الايبود. تمام. ايبود اللي هو بتاع شركه ابل، اسمه ايبود بتاع شركه ابل. ايوه مظبوط. احكي. تمام. شركه اسمها ليميتد كرييتيف تكنولوجي، لو هنترجم الاسم عشان ابين لك قد ايه هم براندنج فيري بور. تمام. التكنولوجيا الابداعيه المحدوده اصلا هي كده. اوكي. هي كده يعني، فاهم؟ انت هتدخل هتلاقي اسمهم الويب سايت كده. هو كده. تمام. دول قبل 22 شهر من اللونش بتاع ايبود. دي شركه مزيكا مركزه في المزيكا. تمام. قبل 22 شهر من اللونش بتاع ايبود هم عملوا ايبود. عملوا ديفايس هو اولموست نفس الفيتشرز، بيقدم كل حاجه. انا ما اعرفش شكله يعني. تمام. انت عايز تقول ان ايبود ده اصلا هو مش اول جهاز يعني؟ لا خالص. ما هو مش اول جهاز. هو MP3 كان موجود قبل منه، هو بس مساحه اكبر. ايه ده؟ امال ايه البي او دي بتاعته بقى؟ بتاعت ايبود. ما جاي لك بقى في السكه. تعال. تمام. جت الشركه دي عملت اللي هو زي ما بقول لك الجهاز MP3 بلاير عادي و5 جيجا، بس عملت له اللونشنج كامبين بتاعته، قالت ان هو ديفايس MP3 بلاير 5 جيجا. ساعتها الجيجا دي اصلا كانت بالنسبه لنا حلم. يعني ما كانتش معروفه الاسم نفسه. كان الMP3 اللي هو بيبقى فيه منه 3 الوان، ازرق واحمر واسود. ده كان اجمد حاجه في الدنيا يعني. وكان يبقى 128 ميجا بايت، يشيل 16 اغنيه. انت كده اروش واحد في المدرسه يعني. فبالنسبه لك فاهم انت 128 ميجا دي اللي معاه 256 ميجا بايت، عشان بس ما حدش مفكرني بتكلم على جيجات. تمام. ده كده انت معدي شبح جامد جدا يعني. معاك 5-6 اغاني في فانت تعالى قول لي جيجا، انا مش فاهم اصلا يعني دي جيجا. لا عايز 128 احلى. دي جميله، دي كويسه رقم كتير. اكتر. على فكره كوارتر باوند كانت برجر كينج كان عمل هاف باوند ومبيعاته ما ظبطتش. اتعمل ريسيرش على ده انه رقم 4 اكتر من رقم 2. الربع اكتر من النص. الكوارت بالظبط كده، عشان رقم 4 اكبر من رقم 2. اي نعم هو تحت واحد بس احنا مش مهم. أوكي. عادي. اوكي. واو. فخلينا نرجع للايبود. تمام. وجم عرضوا الفيتشرز الفيري بيزك، حاجه ممكن تكون الناس ما كانتش فاهمه ايه ال5 جيجا، ما كانوش انترستد فيها. طب خليني اسالك السؤال. ايوه. ايه اللي خلى الايبود يبقى متصدر على الجهاز بتاع ليميتد كرييتيف تكنولوجي؟ ستيف جوبز. ليه؟ طب عمل ايه يا عم ستيف جوبز؟ هقول لك بقى. اللونشنج اكيد ده فيديو موجود لايف يعني، او يعني نقدر نشوفه كلنا على اليوتيوب. يس. هو طلع طبعا الطريقه بتاعته في اللونشنج طبعا، والبريس اللي بيبقى موجود وناس كتيره بتغطي، وابتدى ان هو بيتكلم بالطريقه بتاعته. اكيد اللي مش هعرف اجيب ربعها. ان هو بيقول لك اتس ا تول فور ذا هارت. تول فور ذا هارت، يعني دي اداه للقلب. تمام. وان هو لو هقول بقى بالعربي او بالانجلش اول when you touch someone's heart this is limitless. تمام. لما تلمس قلب حد، تمام، ده limitless خلاص. انا دي حاجه مش محدوده بالظبط كده. ما ده بيوند البرودكت limitless، والتانيين اسمهم limited. ويرجع يقول it's a music player. اوكي. تمام. it's a 1000 song in your pocket. واو. تمام. 1000 اغنيه in your pocket في جيبك. فهو هنا ترجم ال5 جيجا بدل ما يقول 5 جيجا ل1000 اغنيه. انا فاهم يعني ايه 1000 اغنيه، بس مش فاهم يعني ايه 5 جيجا. واو.
ترجم الحته بتاعت الجيجات لأغاني. لمزيكا لليونت اللي الناس تفهمها. ان يور بوكيت. تمام. وقام جاي في الاخر قال للناس جماعه ده الايبود، ومطلعه من جيب البنطلون الجينز بتاعه، هو ده ال5 جيجا، ده ال1000 اغنيه. الناس كانوا متخيلين بقى ان هو هيطلع صندوق بقى عملاق فيه سيديهات. تحفه تحفه. فهنا دي البي او دي، انه على الرغم من ان هو نفس الديفايس، لكن هو عمل له فاليو وترجمها وقربها للناس، عشان هو بيجو بيوند الفيتشرز بتاعه البرودكت. بيبيع الحاجه للناس، او هم ليه الناس بتشتريها؟ مش عشان الفيتشرز بتاعتها. perception and value. بالظبط كده. يعني لو هاجي كلمه شهيره جدا لفيليب كوتلر يقول لك perception is more important than reality. فلو انا شايفك لابس ازرق، تمام، انت لابس ازرق، انا ماليش دعوه انت لابس لون ايه. التصور هو اهم من الحقيقه. انت متصورني ازاي ومتخيلني ازاي. انا دنيتي انا عندي عمى الوان مثلا، انا شايفك لابس ازرق، اوكي، طز بقى، مش مهم انت ايا كان اللون اللي انت لابسه، مش مهم، مش شاغل. جامد. فهي دي الفكره. فالعربيه لو هنتكلم بقى في فكره براندات العربيات، يس، بعد فئه كده معينه خلاص، يعني العربيه مش هتدي لك اكتر من اللي كل العربيات اللي جنبها هتديهولك. نيجي نتكلم واتيفري، مش همنشن براندز حتى، بس خلاص بعد كده اللي بيعلي بقى وبيغير السعر اللوجو بتاع الشركه، بتاع البراند، براند ايكوتي وبراند ايكوتي بتاعتها، والايمج اللي انت بتاخدها لما بتركب العربيه دي. مش العربيه دي انا الناس بتحكم عليها عشان انا راكب التسلا، لا، ده انا راكبها اصلا عشان يحكموا عليا. اوكي، مش تمام. الناس اللي بتحكم، لا، ده انا اشتريت العربيه الفلانيه اللي مثلا جولد بليتد علشان الناس تقول عليا انا ساري سعودي، ساري عربي. اوكي، نايس. طيب خدني بعد كده، بعد البي او دي. حاجه مهمه جدا جدا جدا، وحد كبير زي اكار دايما يتكلم عنها، البروميس، البراند بروميس، الوعد اللي البراند بيوعده. ده برضو من الحاجات اللي هو كور البراند. وما ينفعش يبقى الوعد بتاعك ان انا هدي لك ازازه ميه. think bigger، يعني انت كده محدود قوي. فكر بشكل اكبر من كده. انت كده محدود قوي، ان هو ما هي ميه دي خلاص، انت هتقف مع اي حاجه بتحل سولوشن الميه. اديني بيوند ده، خليني اللي هو اديني نشاط، كلمني في حياه احسن. اوعدني بان انا هلاقي الشغل اللي انا عايزه، ان انا مثلا احلامي هتتحقق، البنت اللي بحبها هتحبني اكتر مثلا مش ده، يعني ده هيوقفك جنب الكومبيتيتورز او اي حد بيقدم السولوشن. ضم على اخواتك في الصف. ايوه، لكن دوت هو اللي بيخليك مميز، البروميس، الوعد. بالظبط كده. فلا ده حته البراندنج، او ان هو لما تدي البراندنج هو اللي هيخليك تطلع بره الصف. اوكي. لكن البروميس هو ده اللي هو لما تيجي تعمله، ما انا ممكن ادي لك بروميس تعبان وهمي او بروميس وهمي طبعا. ودي اكتر الناس اللي هو احنا احسن شركه في اجمد حاجه في رقم واحد في رقم 6 طبعا يعني. فلا، طلع بروميس حقيقي انت مصدقه، فاليوز قريبه للفاليوز بتاعت الاونرز، ان هم دول او التوب مانجمنت، الامباسادورز بتوعك، دول اللي هيبقوا بيحركوا الناس اللي تحت منهم كلهم يعني. تمام. احنا كده قلنا ممكن ال7 نقط. بعد كده هنيجي بقى لشويه حاجات اللي هي كل الناس بتعملها، فيجن، ميشن، فاليوز، اوبجكتيفز، مش عارف، وبعدين ده كجزء استراتيجيك. تمام. بعد كده هنيجي للحته بتاعه البراند ايدنتيتي. البراند ايدنتيتي، يس. دي اللي هيبقى فيها اللوجو. ده جزء منها يعني. اللوجو ده طلع ايه ده احنا، انا كنت فاكر ان احنا خلاص احنا عملنا لوجو فاحنا خلصنا البراندنج. لا طبعا، لا. يس. انت كده انت عارف ده يعني. يس. فاللوجو لا، هو يعني لو انا مثلا جيت دلوقتي قلت لك سينابل، فاظن كل اللي قاعدين بيسمعونا وبيسمعوا الرجاله اللي حوالين مننا، لا، شامين الريحه لما بنمشي في المول وبتعدي جنب الفرع بتاعه وتقوم راجع خطوتين، لا تعالى بقى نضرب القرفه الجميله اللي طالعه. لا، دي مش قرفه. امال دي ايه بقى؟ ما انت بتعمل مليون حاجه بالقرفه والزبده والسكر والدقيق في بيتك، ومش دي ريحه، يبقى دي براندد. صح. هاجي مثلا لحاجه شبه ماكدونالدز، لو قلت بارابابا اوكي، دي اكيد خلاص، يعني ممكن انا ما كنتش جبتها صح. لا صح حاجة. صح، بس خلاص كلنا متعودين ان دي الجنجل بتاعت ماكدونالدز. صح.
الهبده اللي في الاول مش هعرف اجيبها بتاعت نتفليكس، اوكي زي درامز كده Yes. او حاجه شبه كده. نيجي لحته مهمه برضو جدا 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 في الحته بتاعت البراند بيلدينج. أوكي. ايه هي؟ ايه بقى؟ الفوكس. ان هو ناس كتيره بتروح انا مبيعاتي مش قد كده، تمام، انا هبتدي اعمل نيو برودكتس، هعمل نيو لاينز أوكي. من برودكتس من سيرفيسز واوسع. تمام ده غلط. تمام اكيد في مدارس يعني مختلفه ممكن تعارضني، بس انا ماشي على مدرسه معينه، تمام، بس ده مش اصح حاجه. اوكي ايه الاكزامبلز الكده؟ ان هو انت لما تيجي تقلد براندز كبيره ما تقلدهاش وهي كبيره، اوكي قلدها وهي صغيره. تمام. ازاي بقى؟ بمعنى ان هو لو انت دلوقتي انت غني يس وانا عايز ابقى غني، يس لو انا قلدتك دلوقتي ايه اللي هيحصل لي؟ مش أنا هتعرف فقير. لو فضلت تشتري الحاجات اللي انا بشتريها انا هزيد فقر، هتتفقر اكتر. هزيد فقر، صح. يعني مستوى المعيشه هيقل اكتر. صحيح. اون كاتيجوري. اوكي تمام. دي اللي هي ايه؟ هو التيشيرت سميناه بولو بس هو براند تومي. تمام. مراتي هتجيب لابني انا عايزه بامبرز ان شاء الله، بس هو دايبرز، انا أوكي. هجيب بيبي جوي. اوكي بس هو بقى اسمه بامبرز. تمام. انا محتاج تيشو، منديل، هقول لك اديني كلينكس، صح. بس انت بتديني فاين او بتديني وايت مثلا. انت بتسمع جو كاست بس هو بودكاست. مثلا. فهنا ده ايه اللي حصل؟ ده حد عمل اوننج للكاتيجوري. يس ده مش بيحصل له ديفيتنج، صح. ده ما بيخسرش خلاص. صح. انا بقيت انا اللي بقول امتلكته. يعني ايه، انا اللي بقول يعني ايه تيشيرت بولو، يعني ايه منديل. فاهمني؟ اتسمى على اسمك. اتسمى على اسمك بالظبط كده. فلما بتعمل ده خلاص انت عملت حاجه من الحاجات الجامده جدا او الاسمى قوي في البراند بيلدينج يعني. تمام. يس طب النهارده ده يحصل؟ لا صعب. يعني انت عارف بتفكرني مثل ايه؟ سيدنا ادم، كلنا بني ادم، عشان هو اول حد عمل الموضوع دوت، او هو اللي ايه قدر يقون ذا كاتيجوري اوف ذا هيومن مثلا. هو بيقون الكاتيجوري، صح. ايوه ما انا صح. مثلا بني فاهم؟ ادم، صح. فالحته اللي انا كنت بقولها لك ان هو هل ده ينفع النهارده؟ صعب جدا. لانه معظم الدنيا بقى ليها برودكتس وبقى ليها يعني حتى الانوفيشنز الجديده بقت جزء منه. اعمل سب كاتيجوريز. اوكي. ابتدي يطلع بسب كاتيجوريز، ان هو انا بتاع الباستا السبايسي. اوكي. باستا سبايسي بس. هعمل كذا باستا بس سبايسي. فكل اللي بيحب سبايسي هيجي لك. بتاع فيديوهات. تمام. بتاع فيديوهات. يس عماله ايه اخد عندي اكتر، بس يعني انا بحاول انفذ ده فعلا. مظبوط جدا. يس. مظبوط جدا. فان انت تبتدي زي جو براندز، يعني ما انت بتعمل ايه؟ جو براندز، انت بتخلي البراندات نفسها تلونش. انت يس بوتنج ات جو براندز. اوكي. دي الحته بتاعت اوننج الكاتيجوري. حته ثانيه برضو مهمه قوي احب اتكلم فيها، الفوكس. ان هو مش الاكسبانشن، مش ان انا اتوسع، لا. أوكي. خالص. اوكي خالص. فهيجي ناس مثلا هقول لهم ماكدونالدز، هيقولوا لي ماكدونالدز النهارده عنده ما توصلش هندردز بس هي تنز اوف برودكتس، يعني عدد كبير قوي من البرودكتس. صحيح. هو بدأ كده. لا ان انا قلت لك ايه؟ برجر. لما تيجي تقلد او عايز تمشي على المنهج بتاع براند بيلدينج الصح عشان تبقى عندك براندات او تبقى زي البراندات الجامده، قلدهم وهم زمان. قلدهم وهم صغيرين. اعمل اللي عملوه هم صغيرين عشان كده كبروا. هتقلده وهو كبير، لا انت ماشي في حته تانية. هو بيحافظ على الكوبري بتاعه. هو معاه بادجت، انت مش معاك البادجت دي. الفقير اللي بيقلد الغنى بيزداد فقر. بالظبط. لكن لو قلدته وهو زمان وهو صغير هتبدا تمشي، هتبقى غني 100%. تحفه 100%. ايه كمان؟ تمام. فنيجي للحته دي، الفوكس اللي هو انا بتكلم فيها، حته الفوكس انه براند شبه سابواي. اوكي. تمام. اكيد انت طبعا. شفته في امريكا. طبعا. تمام. من الحاجات في العالم كله. انا قصدي انا عارف ان انت رحت امريكا يعني. فمن الحاجات الجامده جدا الساندوتشز بتاعته، براند قوي جدا جدا جدا، عنده الافات الفروع حوالين في العالم كله. البراند ده كان لغايه فتره معينه كان عنده في المنيو بتاعه اكتر من 100 ايتم. صحيح. معرفش تعرف ده ولا لا. ايوه طبعا. هو كان عنده اكتر من 100 ايتم في المنيو بتاعه. اوكي. بيبيع كل حاجه، بيتزات وبيبيع سندوتشات وبيبيع مشروبات. وجاء جاي لا انا مش هكمل كده، مبيعاتي مش مبسوط بيها. تمام. الاوبريشن بتبقى هادئ جامد جدا طبعا. وهو مش ريماركبل بحاجه. انا بتاع كل حاجه. انا بتاع كل حاجه. انا مش بتاع فيديوهات. صح.
انا مش بتاع سندوتشات، انا مش بتاع فاهمني؟ بيتزات، انا مش بتاع. لا انا بتاع كل حاجه. فقام جاي عامل الساندوتش الصابواي. طبعا طلع بعد منه بفليفرز كتيره، Yes. بس ارجع زمان ما كانش فيه كل السندوتشات بالعدد ده. يس. يعني ما كانش بالكتره دي. بالظبط كده. اوكي. نيجي لبراند تاني عمل برضو فوكس، ودايما تلاقي عمل فوكس حصلت حاجه جامده جدا في البراند، فرقت. يطلع يجري. تمام. توي ار اس كان بتاع فرنيتشر اصلا. وعنده تويز. اوكي. وعنده تويز. فجاء لغايه وات ايفر يعني الديسيجن ميكر مين اللي عمل كده، احنا مش هنبيع فرنيتشر اني مور، كل المساحه دي هتبقى لعب العاب. اطفال. فبقى هو فعلا تويز ار اس هو بقى بتاع الالعاب إحنا بتوع كبير الألعاب. جدا. بقى بيوفر كل مساحه في المكان ان هي حاطه العاب. فبقى وانس ان انا عايز لعبه او عايز العاب، مفيش اكتر من المكان ده اكيد هلاقي فيه اللي انا عايزه. جامد. فهنا لما يعمل الفوكس يبتدي يحصل الحته بتاعت البوزيشننج، ان هو زي ما بدات كلامي معاك في الاول قلت لك ايه، انا مش بتاع سوشيال ميديا. تمام. انا مش بتاع لوجو ديزاين، لا انا بتاع براند بيلدينج. فلما ابتدي ان هو انارو، تقدر ان انت تعمل البوزيشننج ده. واشبه مثلا عارف اللي هو ايه بالجو الديجيتال شويه. يس. ممكن انا مش ده اكتر حاجه يعني، بس البراند بوزيشننج عامل شبه الاي سي او. الاس اي او سيرش انجن اوبتمايزيشن. تمام. انت بتفايت على كلمه في دماغ اليوزر، مش على جوجل بقى. يعني انا بحارب على كلمه في حد بيدور دماغه. عليها، اطلع له انا بعد كده. فما اقول لك اما اقول لك كوفي هتقول لي ستاربكس. بس. يبقى انت اللي عمل يعني اوننج للكلمه دي في دماغ الانجن بتاعك، انت عملت سيرش. صح. وطلعت بعد كده على طول. طلعت بالظبط كده. طلعت ستاربكس هي اول حاجه. طيب ولو قلت لك اللي بعدها هيجي بعدها ممكن. فمتخيل الموضوع Yes. شغال ازاي. يس. فهي دي الفكره، ان فوكس هو اون كاتيجوري. طب اللي بيعمله بقى اس اي او اكيد لو في حد بيسمعنا او يعني شايفنا يس. بتاع اس اي او هيفهم ده كويس جدا. انت ينفع ان انت بتبقى متارجت كل الكلام؟ لا. نو واي. لا ده مش مستحيل. هتوصل لولا حاجه. ده كلمات، في كلمات اغلى من كلمات، وفي كلمات ارخص من ده كلمات. في كلمه بتقعد وحرف. تتشقلب عليها عشان هي دي اللي تقول الكلمه Yes. دي، صح. عشان لما الكلمه دي حد يكتب سيرش بيها انت تطلع اول واحد. صح. فاهمني؟ صح. البراند بوزيشننج هو كده. طب هتجيبه منين وانت عامل بقى اكسبانشن ضخمه؟ ما ترجعش تقول لي ماكدونالدز النهارده مش ماكدونالدز بتاع الخمسينات ولا صح. الستينات. ريك روج ولا الناس اللي بتعمل. بالظبط كده. لا ساعتها ده كان 3 سندوتشات على وبنحارب على اننا ندخل ميلك تشيك. بنحارب ميلك تشيك. فاهمني؟ فهي دي الحته اللي احنا بنتكلم فيها عن حته الفوكس. حلو. طب فوكس اون كاتيجوري ايه كمان؟ حاجه اخيره اكلمك يعني فيها، ودي برضو البيزنس اونرز بيقعوا فيها كتير جدا، والماركتيرز. تمام. ممكن يكونوا الصغيرين يعني. يس. ان هو البيزنس مش شغال، البراندنج مش مسمع، مش اخد حقه. يس. قلل الاسعار. قلل الاسعار. الناس دي قللت الاسعار. يبتدي يقلل. ياخد ديسيجن ان هو يقلل الاسعار. تمام. لا ده غلط جدا. ده مش هيعمل لك غير انه هيزود الطينه بله، هيخليك تخسر اكتر. اوكي. تمام. لكن تعمل ايه؟ اد مور فاليوز. انت كده ما عندكش فاليوز انف، وكوميونيكيت الفاليو دي. يعني اللي هو مش تعمل فاليو وتبقى ساكت عليها. لا اعمل فاليو، كوميونيكيت ده، وصلها وات ايفر بقى للناس وات ايفر البراندنج اكتيفيتي او الماركتنج اكتيفيتي اللي انت بتعمله. بس حته ان هو الدنيا مش ماشيه رخص اسعار، دي دايما هتشدك تحت، هتوصل لدرجه انت مش قادر تدفع البيلتيز اللي عليك. بالظبط كده. كلها بتقع. بالظبط كده. هسألك اخر سؤال، وده سؤال بيرسونال شويه. انت تنصحني بايه اعمله وتنصحني بايه اوقفه؟ انصحك بايه تعمله؟ مش تعمله، اقول لك خلي بالك منه. البيرن اوت. اوكي. كارثه. كارثه، خصوصا لو حد ما شاء الله زيك انت طول الوقت بتشتغل وعندك كذا حاجه بتعملها. ما تاخدش ده فور جرانتد. يس. فخد اجازه. ما تدوس على نفسك بزياده قوي. العضلات اللي بتبقى عندنا دي هتريح فجأة. فجأة بتحصل. ما تأمنش ان هو لا عادي وحش ومكمل. لا عادي، خليك منظم
في ان هو زي ما بجتهد في الشغل وبشتغل كتير وما بنامش قليل، خد وقت تعدل ترجع الانرجي، تشحن. بالظبط. يوحشك الباشن بتاع انك انت ما بتنامش ومطبق على بروجكتس وي وي وي. فخد بالك من البيرن اوت، مش حلو. اي ويل. مستر محمد رؤوف، انا عايز اشكرك جدا 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 على وجودك معانا النهارده في الجوكاست، واتمنى كده الناس اللي هتحب محمد رؤوف والناس اللي اوريدي بتحبه تبقى بتعمل لنا لايك وشير وتبقى بتسمعنا. احنا هنبقى موجودين ان شاء الله على ابل بودكاستس وعلى جوجل كاستس، واتمنى ان احنا نبقى بنريبيت ده تاني. وشكرا جدا جدا على اليوم ده يا ريس. مش هتقول سلام؟ لا يعني اتحفظت صح؟ ايوه، دي براندنج صح كده؟ ايوه طبعا، دي البراندنج طبعا. يعني في الاخر اقول انا جوزيف بتاع الفيديوهات، سلامات.